مساء الفل عليكم. انا حاليا في كافيه موجود في محطة مصر، مستني كده هاخد حاجة سريعا كده اشربها. مستني ميعاد طيارتي النهارده 27 رمضان، اول مرة في حياتي اسافر بره مصر في رمضان. مستني القطر بتاعي ان شاء الله. هاخدكم باذن الله برضه جولة كده في قطر سريعا، بس خليني بسرعة كده اقول لكم انا ازاي هسافر بره مصر عن طريق محطة مصر. واحدة من ارخص خطوط طيران على مستوى العالم هي خطوط طيران ويز اير. ويز اير للناس اللي بتسافر كتير او كده عارفه انها من ارخص خطوط طيران على مستوى العالم. انت ممكن تلاقي مثلا طيارات عامله 1600 1800 جنيه مثلا، طبعا ده يعني مقارنه باسعار الطيران حاليا ده رخيص جدا. مشكله الطيران ده ان هو للاسف موجود في مصر بس بشكل مش كتير قوي، فتلاقي يعني في مطارات بس معينه هي اللي بيطلع منها خط الطيران ده. ابو ظبي بنروح لها على ويز اير عن طريق مطار برج العرب في اسكندريه. حاليا انا مستني القطر بتاعي اللي هيوديني ان شاء الله اسكندريه، هينزلني في محطه سيدي جابر او محطه الرمل. من هناك اقدر اخد حاجه لمطار برج العرب، ان شاء الله اخد طيارتي. مع طيارتي ان شاء الله 7 الصبح. دلوقتي الساعه داخله تقريبا على 8:30. ادعوا لي ان شاء الله باذن الله في فيديوهات هحاول ان شاء الله انها تكون جامده جدا. بحاول افرجكم الامارات. بعد الامارات ان شاء الله رايح دوله ثانيه هقول لكم عليها ان شاء الله بعد كده. هي دوله غريبه شويه هتبقى مفاجاه، بس دوله ان شاء الله هتعجبكم. ان شاء الله الفيديوهات باذن الله هتعجبكم شويه. باذن الله هاخدكم في جوله معايا في القطر، افرجكم برضه عليه رحله القطر. انا بحب اسافر قطر جدا يعني من اسكندريه. ان شاء الله باذن الله هتعجبكم. بس استنوني واشوفكم ان شاء الله كمان شويه في القطر. فل عليكم. انا حاليا دلوقتي في القطر خلاص، يعني بيجهز ان شاء الله طالع رايح على اسكندريه. القطر جاي قبل ميعاده بربع ساعه، دي حاجه يعني بهرتني جدا بصراحه، بس تمام يعني. بس ان شاء الله استنوا فلوجز جامده ان شاء الله، او احاول اخليها جامده في الامارات. اروح ابو ظبي لوحده باقي ان شاء الله. بس ان شاء الله قاعد لمده 4 ايام. حاجه من ضمن الحاجات برضه اللي انا حابب الناس تبقى عارفاها ان شاء الله هي ان الامارات عامله فيزا ترانزيت لمده 4 ايام ب 149 ان انت تخش الامارات لمده 4 ايام، بس لازم تخرج قبل المده دي. ودي حاجه لطيفه جدا، من غير ما تروح سفاره، من غير ما تاخد فيزا على الباسبور او اي حاجه، بتقدم اونلاين. بتكون حاجز تذكره طيران ذهاب وتذكره طيران للدوله اللي انت هتخرج من الامارات وهتطلع عليها. فلو حد حابب ان هو يسافر الامارات، تذكره طيران على خطوط ويز اير رخيصه. ممكن ان انت تقعد 4 ايام عن طريق فيزا ترانزيت. 4 ايام ب 149 درهم بس، وعيش بقى. استنوا ان شاء الله فيديوهات من الامارات ان شاء الله تبقى جامده كويسه تحبوها. اشوفكم بعدين. اخيرا بعد 3 ساعات ونص الحمد لله وصلت اسكندريه بالقطر. هطلع بقى بره المحطه دلوقتي اشوف حد اجيب منه سحور كده لذيذ، و اجهز بقى ان شاء الله كده علشان اطلع على مطار برج العرب عشان اعمل بوردنج بتاع الطياره بتاعتي الساعه 7 الصبح ان شاء الله. اشوفكم في المطار. وصلت الحمد لله مطار برج العرب، وبس عديت البوابات وحاليا رايح اعمل ان شاء الله تشيك ان في البوردنج. اللي لي بقى اعدي بالشنطه دي على خير ان شاء الله، ما يرخموش عليا ولا اي حاجه. انتظروني كمان دقايق ان شاء الله. ادعوا لي. حاليا انا في طياره ويز اير ان شاء الله متجهين لابو ظبي. اول ما اوصل مطار ابو ظبي ان شاء الله هصور لكم المطار. استنوني. الحمد لله مطار ابو ظبي. رايح دلوقتي للإيميجريشن عشان اختم الباسبور دخول لابو ظبي وش الامارات. اول ما اختم ان شاء الله هكونفيرم معاكم، اكد عليكم، وانتظروا بعد كده حاجات جامده ان شاء الله الفتره الجايه. تمنا الباسبور اخيرا ودخلنا الامارات رسمي. ان شاء الله من بكره هبتدي انزل لكم فيديوز كده عن شويه اماكن موجوده في ابو ظبي، يا رب ان شاء الله تعجبكم. بس انتهى النهارده كده رحلتي اليوم، وصلت ابو ظبي. بس اشوفكم على خير ان شاء الله.
مع السلامه. انا بره مطار ابو ظبي مستني الباص اللي هياخدني ان شاء الله على البوست اللي انا قاعد فيه. حاجه مهمه جدا، اي حد جاي ابو ظبي غيروا عمله يا جماعه بره المطار او الاوفيس اللي بره المطار نفسه، لان في فرق. لا في فرق، انا اتصدمت دلوقتي لقيت في فرق 20 سنت يعني او 20 قرش، فلا انا كنت اولى بيهم يعني. بس فما تكرروش غلطتي. والجو حلو، الجو حلو، ده حاجه مبسطاني. كنت متخيل الجو هيبقى حر عن كده. اشوفكم بكره بقى ان شاء الله، و stay tuned.